يا أهلا بيكم في حلقة جديدة من قصة الدكتور بايكر. والنهاردة معانا الحلقة الثالثة. لو ما شفتش الحلقة الأولى والتانية ارجع شوفهم عشان تفهم أحداث القصة. ما طولش عليكم ويلا بينا. يلا بينا. شفنا في الحلقة اللي فاتت لما بايكر عالج قاضي مدينة أنسيونج من البواسير، فعزموا القاضي على خطبة الراهب يوجي يونج اللي جاي يزور المدينة، وقرر بايكر يروح يمكن يلاقي أجوبة على أسئلته وطريقة يرجع بيها لزمنه. فبيلاحظ بايكر وجود التهاب كبير تحت دقن الراهب. يا ترى حصل إيه بعد كده؟ وفجأة بنشوف بايكر لابس بالطو دكتور في مستشفى حديثة، وبيمسك لبسه وبيتعصب وبيقول هو أنا رجعت للعصر الحديث ولا إيه؟ وفجأة بيسمع صوت شخص اللي بيظهر إنه المريض وبيقول أنا ممنوع من الأكل عشان عامل عملية في معدتي، بس أنا جعان قوي. فبيقول بايكر اللي بيحصل ده مستحيل. وفجأة بيظهر رئيس المستشفى قدامه، فبيتعجب بايكر وبيقول لنفسه أنا صح، رحت جسون بعد ما قابلت الرئيس، يبقى أكيد هو ورا كل اللي بيجرالي. وبيقول الرئيس لبايكر أخبارك إيه في جسون؟ لسه الوقت بدري على رجوعك، عندك شغل كتير ما خلصش هناك. فبيتعصب بايكر وبيرد عليه تقصد ايه؟ وفجأة بيتغير لبس بايكر للبس عصر جسون، وبيقول للريس باي باي. وبنشوف طيار طاقة شديدة بيسحب بايكر، وفجأة بنشوفه رجع لجسون تاني وحواليه صحابه، وبنعرف ان بايكر كان بيحلم. وبيقول دولسوك اخيرا صحي. فبيعيط بايكر وبيقول لنفسه كان حلم وحش. وبعدها بيقول بايكر لحاكم المقاطعة انا فاكر ان الراهب يوجي يونج كان عنده التهاب تحت دقنه. فبيرد عليه الحاكم مؤسف لما الشخص اللي بيساعد الناس يكون هو نفسه محتاج للمساعدة، يلا نروح له بسرعة، لو اتحركنا دلوقتي هنلحق نقابله ونعالجه قبل ما يرجع بلده. وبيوصل بايكر مع حاكم المقاطعة ليوجي يونج اللي بيكون حواليه طفلين من تلاميذه الرهبان، وبيرحب بيهم. وبنشوف هالة ذهبية قوية بتخرج من يوجي يونج مش بيستحملها بايكر. فبيقول بايكر لنفسه الشخص ده أكيد عظيم عشان هالته منورة بالشكل ده، يا ترى كل الرهبان البوذيين كده؟ وبنشوف دماغ الطفلين بيلمعوا. فبيقول بايكر لنفسه ولا يمكن النور ده من دماغ الرهبان الصغيرين دول؟ وبنشوف بايكر بيحاول يلمس راس واحد منهم، فبيستخبى ورا يوجي يونج. وبيقول حاكم المقاطعة ليوجي يونج خطابك كان رائع النهارده. وبيسألوا يوجي يونج عن النبلاء اللي معاه عشان الطاقة اللي خارجة منهم فريدة من نوعها، كأن في حد منهم جاي من بعيد عشان يساعد أهل البلد دي. فبيتفاجئ بايكر وبيقول للراهب وحاسس بإيه كمان؟ فبيرد عليه ما تقلقش ده مجرد إحساس. لكن بيقول له بايكر أنت مش سميتنا نبلاء؟ طب وباقي الناس؟ فبيرد عليه الراهب تقصد إيه؟ أنتوا كلكم نبلاء. وبيقول حاكم المقاطعة للراهب أنت ليك نظرة في الناس برضه يا سيد يوجي يونج، ده طبيب وجاي عشان يعالجك. وبعدها بنشوف بايكر بيكشف على يوجي يونج، وبيقول بايكر لنفسه انا صحيح جيت من مكان بعيد زي ما قال، من مئات السنين من المستقبل، وهو شكله عارف كل حاجه لكنه غير الموضوع. وبنعرف ان بايكر مستني فرصه يحكي فيها ليوجي يونج بعد ما يعالجه على كل اللي حصل. وبيقول بايكر ليوجي يونج انا ليا زمان ما شفتش التهاب كبير بالشكل ده، اكيد بيوجعك. فبيرد عليه يوجي يونج مش قوي، بس هو ازاي بقى كده؟ فبيشرح له بايكر ان في غدد لعابيه تحت الدقن وتحت اللسان، واكيد في حاجه سداها فمسببه الالتهاب، وفي حالتك دي لازم اقطع حته من اللسان عشان اشيل الالتهاب. فبيقلق يوجي يونج لكن بيطمنه بايكر وبيفهمه انها عمليه زي شكه الدبوس. فبيوافق الراهب، وبنشوف بايكر بيديله حقنه وبيفتح لسانه وبيعمل العمليه. فبيقول دولسوك لبايكر بس ده دقنه اللي منفوخ ليه نقطع لسانه؟ فبيرد عليه بايكر التورم اللي تحت دقنه مشكله سطحيه، لكن المشكله الحقيقيه في الغدد اللعابيه اللي جوه بقه. وبنشوف دولسوك ماسك القماش اللي هينضف بيها الجرح، وبيتفاجئ بايكر ان الالتهاب كان كبير، وبالرغم من كده كان بيلقي خطبه لمده ساعات طويله. وبيقول ليوجي يونج معلش استحمل ده هيبقى مؤلم. وبيخرج بايكر كوره من بق يوجي يونج بالملقاط، وبيتصدم دولسوك من شكلها، وبيتصدم الحاكم وبيقول دي ذخيره بوزه، الراهب يوجي يونج طلع فعلا هو بوزه الجديد. وبيستغرب بايكر كلامه، وبعدها بيخرج يوجي يونج وبايكر ومساعدينه قدام المستشفى، وبيقول للناس الاثر ده مش بيخرج الا من جسم بوزه الحقيقي. وبينحنوا كلهم ليوجي يونج. فبيقول لهم يوجي يونج ارجوكم ما تعملوش كده، انا مجرد راهب عادي. وبيقولوا على بايكر ده الدكتور اللي هزم الجدري، ده طبيب حاكم المقاطعه. فبيرد بايكر وهو حاسس بالفخر انا الدكتور العظيم، انا مقيم في مدينه سون، اي حد محتاج علاج يجيلي. فبيحيوا كلهم، وبيقول بايكر لنفسه ايه ذخيره بوزه دي مجرد كره في الغده اللعابيه، بس انا ممكن استغل ايمان الناس بيها عشان اجيب زباين اكتر ليا في المستشفى. وبعد كام يوم بنشوف بايكر قاعد مع الراهب وبيساله عن صحه رقبته. فبيرد عليه الراهب انا خفيت بفضلك، ومش عارف ازاي كنت عايش مع الالم ده، انا حاسس دلوقتي اني اتولدت من جديد. فبيرد عليه بايكر ودلوقتي جه دور انك ترد لي المعروف، سمعت عن كوريا الجنوبيه؟ فبيقول له الراهب انت من هناك يعني؟ فبيتفاجئ بايكر لكن بيقول الراهب انا ما اعرفش حاجه عنها، بس حسيت انك جاي من مكان بعيد، بس زي ما قلت ده مجرد احساس فما تشغلش بالك. فبيساله بايكر لو كان حاسس باي حاجه تاني زي طريقه رجوعي للمكان البعيد ده مثلا. فبيعتذر له يوجي يونج وبيقول له انه ما يعرفش اكتر من كده، لكنه بيقول له حابب اضيف حاجه اخيره، انت مؤمن بالقدر؟ الناس بتقول ما ينفعش تغيره،
لكن أنا أفتكر إن مع الإرادة القوية تقدر تغلب حتى القدر كمان. أنا معرفش نوع الموقف اللي بتواجهه، لكن لو واجهت مصيرك بحكمة هتلاقي أفضل حل لمشكلتك. ما تفقدش الأمل. فبيشكره بايكر على كلامه، وبعدها بيقول بايكر لنفسه يا ترى هفضل هنا لغاية ما أموت؟ وفجأة بيدخل عليه دولسوك وبينده عليه، فبيرد عليه بايكر احكي، ما أنت كل أخبارك زفت. فبيتعصب دولسوك وبيبلغه إن القراصنة اليابانيين غزوا المناطق الجنوبية في جوسون، وحاكم المقاطعة هيرد بعملية انتقامية، وبيسألك لو تحب تتطوع معاه. فبيقول بايكر لنفسه هو مش المفروض لسه بدري على الغزو الياباني لكوريا؟ بس المهم دلوقتي أبقى في ظهر حاكم المقاطعة. بس صحيح لو اتدخلت التاريخ كله هيتغير، فأحسن حاجة أقدر أعملها دلوقتي إن أخلي الناس دي أطباء. بس أنا خايف قوي، رجوع العصر جوسون كان ظلم ليا وخطر كبير عليا، فليه أغامر بحياتي كمان هنا؟ وبتقوله جو أنا عارفة إنه طلب بايخ بس ممكن نروح للمناطق الجنوبية دلوقتي. فبيتفاجئ بايكر وبتفهمه جو إنه أبوها بيتعلم الفنون القتالية هناك. فبيقول بايكر لنفسه حبكت يعني يروح دلوقتي؟ لكن بيعتذر لها، فبتقول له إنها غلطانة عشان طلبت منه طلب زي ده، لكن بيقول لها أنا آسف عشان اترددت، لازم طبعا نروح بعد كل اللي قدمه لي أبوكي. وبيسأل الباقيين لو هيروحوا معاه، لكن بيحذرهم في نفس الوقت إن ده هيكون خطر عليهم. وبيقول له دولسوك أنت فاكرنا مش جدعان؟ طبعا هنروح معاك. وبعدها بنشوف المناطق الجنوبية مشتعلة بالنار، وبيبلغ ضابط في القوات اليابانية القائد إنهم خدوا كل الأكل هنا، وبيسأله يعمل إيه في الناس اللي لسه عايشة، وبنشوف ناس خايفة من مصيرها. فبيأمروا القائد إنه يخلص عليهم كلهم عشان ما يعملوش مشاكل. وبعدها بنشوف فايكر ومساعدينه بيتحركوا من سون، وبيكون الراهب ماسك كيس في ايده وبيقول لبايكر من فضلك خدها. فبيفتكر بايكر ان فيها فلوس، لكن لما بيفتحها بيلاقيها مجرد صخرة صغيرة، وبيقول له الراهب انها هتساعده اكيد في الوقت المناسب، وبيطلب منه يخليها دايما عشان هيحتاجها، وبيقول له خلي بالك من نفسك. وبيحطها بايكر تاني في الكيس وبيستغرب من تصرفات الراهب، لكن لما بيربط الاحداث ببعض بيفهم ان مصيره مرتبط بالحرب اللي حصلت في عصر جوسون بين اليابان وكوريا. وبيبلغ دولسوك بايكر انهم وصلوا للمناطق الجنوبية. فبيتصدم بايكر وبنشوف جنود كوريين متجمعين في المكان، فبيتمنى بايكر لو كان ده مش حقيقي، وبيستغرب من المنظر. وبتقول يون انا اول مره اشوف جنود متجمعين بالشكل ده، اكيد العدو قريب من هنا. وفجاه بيدب شخص برجله على الارض، وبيطلع انه حاكم المقاطعه اللي بيزعق وبيقول لبايكر كنت متاكد انك هتيجي، لازم تتحرك دلوقتي ونحرر باقي الاراضي. وبنشوفهم ماشيين في غابه، فبيقول بايكر لنفسه الجو ده مش مريح ابدا. وبنشوف تعابير حد على وش جندي من الجنود الكوريين، فبيقول بايكر انا حاسس ان الحرب فعلا هتقوم دلوقتي. وبيفتكر ذكرياته في الجيش الحديث لما كان طبيب عسكري، وبنشوفه راكب عربية الإسعاف اللي كانت الذكرى الوحيدة ليه في الجيش، فبيعرف إنه عايش دلوقتي تجربة حقيقية لأول مرة. وبنشوف بايكر خايف، فبيقول دولسوك بايكر شكله ميت من الرعب. وبيلاحظ حاكم المقاطعة كمان خوف بايكر، وبيطلب منه يبص هناك. فبيتصدم بايكر لما بيشوف قرية جنوبية بتولع، وبيقول له الحاكم أنا مقدر شعورك عشان دي أول مرة ليك، فطبيعي تكون خايف، لكن السلام اللي في سون كان بفضل تضحيات الناس في المناطق الجنوبية. المعركة هنا بدأت من 3 أيام ومات ناس كتير، لما تفتكر تضحياتهم مش هتخاف بعد كده. وخلال مشيهم في الغابة بتشوف يون حاجة، فبتصرخ وبتنده على بايكر، وبنشوف شخص واقع على الأرض، فبيزعق حاكم المقاطعة وبيقول اقفوا مكانكم وخلي بالكم كويس عشان الأعداء شكلهم قريبين. وبيطلب بايكر من دولسوك الجوانتي والكمامة بسرعة، لكنه بيتصدم لما بيلاقي كل اللي واقعين على الأرض ميتين، فبيغضب حاكم المقاطعة. وفجأة بنشوف يابانيين مستخبيين في الغابة، وبيكتشفهم بايكر، فبيقول واحد منهم اتكشفنا، خلصوا عليهم كلهم. وبيهجموا على الكوريين، فبيزعق حاكم المقاطعة وبيقول ما تسيبوش أرضكم وواجهوا الأعداء بشجاعة. وبتدور المعركة، فبيحتار بايكر يعمل إيه بالظبط، وبيهجم واحد من الأعداء على بايكر عشان يخلص عليه، لكن بنشوف شخص بيشد رمح عشان يضربه، وقبل ما يخلص الجندي الياباني على بايكر بلحظة بيسيب الرمح صدره وبيموت. وبنعرف إن اسم الشخص اللي ضرب السهم الجنرال سين. وبنشوف اشتباك بين الجنود الكوريين المدرعين واليابانيين، وبيقول بايكر لنفسه عشان كده حكم المقاطعة استدعى العدد الكبير ده من الجنود، بما ان القرية اتحرقت يبقى اكيد والد جو في خطر دلوقتي. وبيقول قائد الجنود اليابانيين دول طلعوا كتير قوي، لازم ننسحب دلوقتي. وبيجروا كلهم، فبيضربهم الجنرال بالسهام وبيخلص عليهم، لكن بيقدر واحد منهم يهرب. فبيسأل جندي كولي الجنرال لو كان يطارده، لكن بيقول له القائد مفيش داعي. وبيقول سين لازم نعيد تنظيم صفوفنا، وبيعرف حاكم المقاطعة بايكر على سين، فبينحني له بايكر وبيسلم عليه وبيعرف عن نفسه. فبيرد عليه سين انا سمعت عنك كتير، انا مبعوث من الحكومة المركزية ومبسوط انك جيت، احنا محتاجين دكاترة في الحرب. فبيقول بايكر لنفسه انا معرفش منصب مبعوث الحكومة المركزية، لكن شكله شخصية كبيرة ومؤثرة، انا فاكر اني سمعت اسم الجنرال سين قبل كده. وبتصدم بايكر لما بيشوف منظر الجنود المصابين الواقعين على الارض، فبيقول الجنرال سين لبايكر احنا لازم نمشي الصبح بدري، فهل تقدر تساعدهم قبل الميعاد؟ فبيقول بايكر لنفسه انا المفروض اعالج كل العدد ده النهارده، بس الدواء في شنطتي مش هيكفي، لكن برضه المفروض ابقى مبسوط عشان مفيش حد متصاب اصابات خطيره. وفجاه بنشوف جندي بينده على بايكر وبيقول له يا دكتور ممكن تبص على ده. وبنشوف انه شايل زميله المتصاب اللي بنعرف ان اسمه جايدونج، وبيقول زميله
جاي دونج انهار فجأة. فبيقول بايكر لنفسه الدنيا مش سالكة معايا خالص، وبيكشف على جاي دونج وبيسأل زميله عن اللي حصل له. فبيرد عليه جاي دونج اتصاب في صدره خلال المعركة وفضل كويس بعدها، لكنه وقع من طوله دلوقتي. وبيقيس بايكر نبضه فبيلاقيه واقف وبيتعجب. فبيقول الجنرال سين يعني مات، وبيزعل عليه زمايله الجنود وبنشوف صدره أحمر. لكن بيقول بايكر لسه بدري على الاستسلام. فلما بتشوف يون صدره بتقول دي نفس الأعراض اللي كانت على أبويا، وبتفتكر لما بايكر عالجه. فبتنده بصوت عالي على بايكر وبتديله الحقنة. فبيقول دولسوك أنا هضغط على صدره وبعدها لازم نسحب الدم. فبيقول بايكر لنفسه العيال دي اتعلمت المهنة بسرعة. وبيضغط دولسوك على صدر جاي دونج بقوة شديدة. وبيقول الجنرال لنفسه ايه اللي انا شايفه ده؟ انا صحيح مش دكتور بس اعرف لما واحد نبضه يقف يبقى مات خلاص. فهم هيعملوا ايه الواحد مات فعلا؟ اصل دي لو ما كانتش اساليب طبيه حقيقيه معنويات الجنود هتنخفض جدا، عشان ما فيش دكتور حقيقي بجد بيعالجهم لو اتصابوا في الحرب، وعشان كده لازم اوقف المهزله دي. لكن بيقول حاكم المقاطعه للجنرال ما تقلقش، الدكتور بايكر هو احسن دكتور في جاسون. وبنشوف بايكر كمان بيضغط على صدر جاي دونج، وفجاه بيفوق جاي دونج وبيعطس. فبيتعجب الجنرال وبيقول دولسوك النبض رجع له. وبيقول زميله جاي دونج فاق اخيرا. وبيقول جاي دونج ليه كله متجمع هنا؟ بيرد عليه واحد من زمايله لحد امتى هتخضنا عليك كده؟ وبيقول جنرال لنفسه ده قدر فعلا ينقذ حياه شخص بالطريقه العجيبه دي. وبيقول واحد من الجنود لبايكر انا سمعت عنك انك تقدر تصحي الميتين، لكن ما طلعتش اشاعه فعلا. وبيمسك دراع بايكر وبيرفعه لفوق وبيقول احنا مش هنموت في الحرب، اليابانيين هم اللي هيموتوا طالما معانا الدكتور بايكر. وبيقول الجنرال لنفسه ارتفعت معنويات الجنود بفضل بايكر، وبيحيي بايكر الجنود. وفجاه بنشوف جندي ياباني ملثم مستخبي في الغابه وبيقول على بايكر لازم نخلص على الشخص ده الاول قبل اي حاجه. وبيمشي بايكر واللي معاه وبيسال بايكر الجنرال هم رايحين فين. فبيرد عليه انا بدور على الناس اللي هربت من قراهم عشان انقذهم، وزي ما انت شايف القرى اللي حوالينا كلها بتولع، وده معناه ان في ناس كتير ماتت واللي نجا منهم هربوا على قرى مجاوره. وسمعت ان مركز المدينه لسه ما حصلوش حاجه، فبفكر اروح هناك الاول. فبنعرف ان لو المدينه ما ولعتش بالكامل يبقى ممكن يكون والد جو بخير. وفجاه بنشوف قراصنه يابانيين مستنيين بايكر يعدي عشان يخلصوا عليه، وبيضربوا الحصان بتاعه بالنبله. فبيقع على الارض وهو بيشتم وبيقول واحد من اليابانيين لازم نخلص على الطبيب ده قبل اي حاجه. وبيأمر الجنرال الجنود ان هم يسحبوا السيوف. وبيهجم ياباني على بايكر وقبل ما يخلص عليه بتصد يون هجومه بالسيف وبتخلص عليه. وبنعرف ان يون عندها كمان مهاره المبارزه بالسيوف. وبتطمن يون على بايكر فبينبهها ان في ياباني وراها، وبيظهر ان الملثم نفسه، وبتدور معركه بينهم هما الاثنين. وبيضرب الملثم يون ضربه قويه فبتخبط في بايكر وبيطيروا هما الاثنين من فوق تل كبير وبيتدحرجوا لغايه ما بيقعوا على الارض. وبتشجع يون بايكر انه يمسك نفسه عشان اكيد العدو قريب منهم. فبيقول بايكر لنفسه احنا انفصلنا عن الباقيين، الدنيا هنا ضلمه لدرجه اني مش قادر اشوف قدامي، والجبل اكيد مليان اعداء. وفجاه بيظهر الياباني الملثم فبيقول بايكر بس المهم اتعامل مع الملثم ده شكله قوي قوي ومش هعرف اتصرف معاه. وبيهجم الملثم عليهم لكن بتصد يون هجومه. وفجاه بيلمع الحجر اللي اداهوله الراهب ضوء اخضر وبيمسكه بايكر في ايده. وبنعرف ان هي دي الطاقه اللي اتكلم عنها يوجي يونج، بس بيقول بايكر لنفسه انا ما اعرفش استخدمه ازاي حتى. وبنشوف المعركه لسه شغاله وبيسيب الملثم يون في رجلها بسيفه فبتنزف. وبيزعق بايكر وبيرمي الحجر عليه فبيتصاب الملثم وبيقع على الارض. وبيفرح بايكر بالانتصار، بس بنشوف يون متصابه جامد ومش قادره تقف على رجلها. وبعدها بنشوف بايكر بيطهر جرح يون وبيقدر يوقف النزيف. وبتساله يون عن حالتها فبيطمنها انها هتقدر تمشي كويس لحسن حظها، وان الجرح هيسيب علامه بس مش خطيره. وبيقول بايكر لنفسه ما ينفعش جراحتها تتاجل عن كده، بس الدنيا ضلمه لدرجه اني مش هعرف اعمل لها العمليه. وبتقول له يون انا كويسه تقدر تمشي قدامي دلوقتي. فبيرد عليها ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ وبتقول له ان النزيف وقف فيقدر يروح يجيب الباقيين دلوقتي ويرجع لها الصبح. فبيضربها بايكر ضربه خفيفه على راسها وبتساله ليه عمل كده. فبيجاوبها عشان قللتي مني لما اتاذيتي بسببي عشان حاولتي تنقذيني، لكن لو ما كنتيش جيتي ورايا ما كانش حصل لك حاجه، فانت لو فاكره ان بعد كل ده هسيبك تبقي غلطانه. فبتصرخ يون وبتقول بس لو فضلنا هنا هنموت احنا الاثنين والدنيا هنا ضلمه فمش هتعرف تعالجني. فبيقول بايكر لنفسه لسه ذكيه وعندها سرعه بديهه، وانت كنت فاكرها هتبقى غبيه لما تتصاب في رجلها، ولا اتصابت في رجلها على فكره مش في دماغها يعني. المهم وبيقول لها ما تقلقيش انا هتصرف. وفجاه بيلمع حجر الراهب تاني وبنعرف ان بايكر ناوي يعمل العمليه على ضوء الحجر، لكن في احتماليه ان اليابانيين يعرفوا مكانهم بسببه. وبيقول بايكر ليون انا دلوقتي هبدا العمليه عشان مش عارف الحجر ده هيطفي امتى. وبنروح لارض المعركه بين الكوريين واليابانيين، وبيقول حاكم المقاطعه للجنرال لازم نرجع دلوقتي وندور على بايكر ويون. لكن بيرد عليه بحثنا في الجبال بالليل هيدي فرصه كبيره للعدو المستخبي انه يتقدم، القائد ما ينفعش يتخذ قرارات بناء على المشاعر عشان ده هيكون في خطوره اكبر. انا متفهم شعورك بس كل اللي نقدر نعمله اننا ندعي يكونوا بخير. وبنشوف بايكر شايل يون على كتفه فبتطلب منه ينزلها عشان هي بقت كويسه، لكنه بيرفض وبيقول
لو اتقطع خيط الجراحة هيكون في خطورة عليكي. صحيح الوضع ده محرج، لكن كله يهون عشانك. وبيوصلوا للمناطق الجنوبية اللي بيعرفوها من آثار المعارك، فمش أمان برضه. فبتسأله يون هو ليه راح لقرية، فبيفهمها إن القعدة في الجبال بالليل خطر، والجنرال سين قال إنه كمان رايح للمناطق الجنوبية، فلو كنا محظوظين هيطلع ده المكان اللي يقصده، واحنا لازم نشوف أكبر بيت في القرية لأن ده أكيد اللي متجمعة فيه الناس. وفجأة بيظهر واحد وراهم وبيكتب بق بايكر، فبيقول بايكر هجوم تاني، لكن بيرد عليه الشخص لا ده مش هجوم، وبيطلع إنه تشانج والد جو اللي بيخبيهم ورا سور. وبنشوف اليابانيين شغالين بيضحكوا ويشربوا، وبيقول بايكر لتشانج أنا مبسوط إني شفتك، فبيرد عليه إيه اللي جابك مكان خطير زي ده. وبنشوف إن بايكر حكاله على اللي حصل، فبيقول تشانج أنا فخور بيك إنك خاطرت بحياتك عشان تعالج الناس. فبيقول بايكر لنفسه الحقيقة أنا كنت ههرب، لو قلت له إني جيت عشان خاطر جو بنته ممكن يعمل مشكلة. وبيوصلوا للمكان اللي الناس اتجمعت فيه، وبنشوف إن وسائل دفاعهم ضعيفة جدا، واللي بيعرف يحارب منهم قليل جدا. يعني لو قرر القراصنة اليابانيين إن هم يغزوا المنطقة هتحصل كارثة. وبيسأل أهل القرية تشانج يبقى أنتوا القوة العقابية اللي بعتتها الحكومة عشان تنهي الفوضى؟ فبيرد عليهم تشانج ما تتفائلوش قوي، الطبيب ده كان من القوة العقابية لكنه تعرض للهجوم وعشان كده جه هنا، وباقي القوة جاية في الطريق. فبيرد عليه أهل القرية بس ده معناه إن في يابانيين كتير قريبين. وبعدها بنشوف قوة عقابية يابانية مش كورية من الجيش الغازي، وبيقول الجندي الياباني الوحيد اللي هرب من الجنرال سين وهو بيبلغ قائد القوة إن القوات الكورية جاية على هنا، وإحنا حاولنا نوقفهم لكن خلصوا علينا. فبيقترح واحد من أفراد القوة على القائد إنهم لازم ينسحبوا، وبيوافق القائد، لكن بينبههم الجندي إن لسه في قرية ما دخلوهاش، وأكيد أهل القرية معاهم ذهب ومجوهرات. فبيقول قائد القوة يبقى لازم ناخد الحاجات دي، وبيهجموا على القرية وبيسرقوا البيوت. وبيجري واحد من أهل القرية على تشانج عشان يبلغوا إن القراصنة جم، فبيطلب تشانج إن كل واحد يعرف يستخدم السلاح يستعد للمعركة، وكل واحد أعزل ما يعرفش يستخدمه يقفل بابه عليه. وبيقول بايكر أنا كل ما أروح في حتة ألاقي اليابانيين دول. وبنشوف اليابانيين بيحطوا سلالم فوق سياج المكان عشان يتسلقوه، وبيهجموا بأعداد كبيرة على أهل القرية. وبينزل واحد منهم وبيهجم بالسيف على بايكر، لكن بايكر بيصد سيفه بشنطته الطبية وبيضربه على وشه بالشنطة، فبيطير بعيد. وبيقلق بايكر عشان اليابانيين بالشكل ده هيقتحموا البوابة بسرعة قبل ما القوة العقابية الكورية توصل، وبيفكر ازاي يخلي القوة توصل دلوقتي حالا. فبيبص على شعلة نار وراه وبياخدها وبيضرب بيها البوابة فبتولع كلها. فبتسأله يون بيعمل ايه، وبيرد عليها بانه بيبلغ القوة العقابية. فلما يشوفوا النار يتحركوا بسرعة، وبيشوف فعلا الجنرال ورجالته النار من بعيد، وبيقول حاكم المقاطعة للجنرال في الليلة المظلمة دي مفيش أوضح من النار المنورة هناك، دي حريقة وسط المنطقة الجنوبية. وبنرجع لبايكر اللي بيقول لنفسه النار ولع على طول السياج، كده القراصنة مش هيقدروا يتسلقوا وهنعطلهم لغاية ما توصل القوة. لكن فجأة بتنبه يوم بايكر إنه يبص على المدخل، فبنشوف إيد بتطلع على السياج، وبيظهر إنهم الملثمين اللي واجه بايكر واحد منهم قبل كده، وبيفهم إن اللي قدامهم هو القائد بتاعهم. وبيقول القائد حريقة، وبيزعق وبيقول لازم نبدأ بيه، خلصوا عليه. وبيهجموا على بايكر وبتدافع يون كالعادة عنه، لكن بتقول له أنا ما أقدرش أواجه أكتر من 2 منهم. وبيمسك بايكر صخرة كبيرة وبيكون عاوز يرميها عليهم، لكن فجأة بنشوف تشانج بيصد هجوم واحد منهم. وبعدها بيقول الملثم لتشانج لو مش عايز تموت اتنازل عن كل ممتلكاتك. فبيرد عليه اخرس، مش هتاخد حباية رز واحدة. وبيقول له الملثم يا غبي جنيت على نفسك، وبيضربه بالسيف فبيصيب دراعه. وبيصرخ بايكر على تشانج، وفجأة بيتضرب الملثم بسهم من وراه، فبيتعجب بايكر وبعدها بيفهم ان القوة العقابية وصلت أخيرا. وبنشوف القوة العقابية راكبة أحصنة وجايين ناحية بايكر، وبيقول الجنرال ليهم العدو هناك انقذوا الناس بسرعة. وبنشوف الحاكم ودولسوك بيندهوا على بايكر، فبيقول لهم بايكر انهم وحشوه قوي. وبيقول واحد من الجنود اليابانيين لزمايله اهربوا بسرعة، فبيرد عليه واحد منهم نهرب نروح فين؟ وبيسأل القائد يتصرفوا ازاي، فبيقول لهم ان وقت الهروب فات ولازم يواجهوا. وبيهجم القائد على أطفال من القرية وبيزعق وبيقول خلصوا عليهم كلهم. فبيأمر الجنرال القوة انها تضرب سهام عليه، فبيصيبوا دراعه، ولكنه بيكمل في الهجوم على الأطفال. وفجأة بيتصدر تشانج عشان يدافع عنهم، وبيغرز القائد السيف في ظهره فبيطلع من صدره، فبيعيط الأطفال وبيتصدم دولسوك. وبيقول بايكر لو اتطعن في الحتة دي من جسمه يبقى هيموت. وبتهجم القوة العقابية مرة واحدة على القائد وبتضربه بالسهام فبتخلص عليه. وبنشوف دولسوك بيصرخ على تشانج، فبيزعق بايكر ليه وبيقول له ابعد عنه أنا هعالجه. وبنشوف السيف مغروس في نص بطنه، فبيقول بايكر لنفسه ده بينزف كتير من المكان اللي فيه المعدة والبنكرياس، حتى لو كنا في مستشفى جامعي مش هنقدر نعمل له حاجة. وفجأة بيحرك تشانجو إيده وبيمسك إيد بايكر وبيقول له ما تتعبش نفسك يا ابني، سيبني وامشي. فبيبكي بايكر وبيقول له أنا آسف ما أقدرش أعمل لك حاجة. وبيرد عليه تشانج أنا عارف إنك مالكش ذنب، أنت أنقذت بنتي، ده مصيري ولازم أواجهه. وفجأة بتدخل جو عليهم وبتنده على أبوها وبتقعد قدامه، فبيقول لها تشانج سمع صوتك قبل ما أموت زي الحلم. وبتطلب من بايكر إنه يعمل حاجة عشان ينقذه، لكنه بيعتذر لها. وبيقول تشانج لبنته جو
أنا طول عمري حاسس بالذنب ناحيتك عشان حبسك في البيت، عيشي حياتك. وبيترمي تشانج في حضنها وبتقعد تعيط وتصرخ عليه. وبنشوف فايكر ودولسوك بيبكوا. وبعدها بنشوف جنازة تشانج اللي كان بيساعد الناس، وعشان كده ناس كتير حضرت جنازته وزعلت عليه بجد. وبنعرف إن بايكر شاف شخص زي تشانج في العصر الحديث، بمعنى شخص عايش عشان غيره. وبنشوف مريض على سرير مستشفى حديثة ومحطوط على وشه جهاز تنفس صناعي، وبنعرف إنه استنشق دخان لما أنقذ حياة طفل من حريق. وبيتأثر بايكر لما بيشوف النماذج دي من الناس. وبنشوف بايكر وجو قاعدين على قبر تشانج، وبتسأل جو بايكر يا ترى هل هتنقذ حياة الناس من خلال رسم الصور الطبية؟ فبيرد عليها بايكر إنها هتنقذ حياة ناس كتير بالطريقة دي. وبتقول له يبقى هفضل معاك يا سيد بايكر، أنا عايز أعيش حياة تخدم الناس. وبيقول لها بايكر ساعتها أبوكي هيكون فخور بيكي جدا. وبنروح لبيت بايكر وبنشوف جو قاعدة بتسجل بيانات المصابين. وبيقول بايكر علاج الجنود مرهق قوي. وبيقول لنفسه عدى أيام كتير على وفاة والد جو ومن ساعتها مرتحناش ولا دقيقة. وبنعرف إن جو ركزت على رسم الصور الطبية بس. وبنشوف يون ودولسوك بيخيطوا جرح مريض وبيطهروه. فبنعرف إنهم أتقنوا الطب لدرجة إن بايكر واثق فيهم يعملوا عمليات بسيطة لوحدهم. وبنعرف إن بايكر فهم إن الحرب مش لعبة. وبنشوف بايكر بيفتكر لما كان ماشي مع القوة الانتقامية، وإن جنود كوريا محظوظين عشان إصاباتهم ما كانتش خطيرة. وبنعرف إن في حرب كبيرة لسه هتقوم، فهل يا ترى هتخلص بالبساطة دي؟ وبنشوف بايكر حاطط عدة الجراحة والأدوية قدامه وبيقول أنا ما أقدرش أعمل حاجة بالأدوية اللي معايا دلوقتي، عشان كده مضطر أحضر مخدر من نبات البوفنداي ومن سم الضفادع. وبيلمح بايكر ظل شخص في الشباك ماشي بره البيت، فبيطلع إنه حاكم المقاطعة. وبيسأله بايكر هو جه ليه؟ فبيرد عليه إنه عاوزه دقيقة على انفراد. وبيقعد الحاكم مع بايكر وبيلاحظ بايكر إنه جد بقاله فترة طويلة، وبيفهم من حركة دقنه إنه عاوز يتباهى بإنجاز عمله. وبيقول حاكم المقاطعة أنا رايح لوزارة شؤون الموظفين قريب. فبيستغرب بايكر وبيقول أنا ما أعرفش حتى الوزارة دي، بس شكله اترقى وده بيفسر رعشة دقنه. فبيبارك له بايكر، لكن بيفهمه الحاكم إنه لسه ما وصلش للدرجة دي، وعموما كل ده بفضلك، أنت منعت الفوضى تحصل في سون أكتر من مرة، وعشان كده إيه رأيك تيجي معايا مدينة هايديانج اللي فيها مقر الوزارة؟ فبيقول لنفسه أنا لو رحت هناك هقابل شين والطبيب هيو، بس هو ليه جد قوي كده المرة دي؟ وبنعرف إن الحاكم عايز يدي بايكر منصب حكومي، وبينحني بايكر للحاكم وهو متضايق وبيعتذر له عن المنصب وبيقول له إنه ما يستحقش ده. فبيرد عليه الحاكم أنت تعرف أنت بتقول إيه؟ المنصب الحكومي ده أي حد يتمناه وما بيحصلش عليه. وبيقول له بايكر أنا عاوز أركز على الطب وبس، لكن أنا لسه حابب أروح للمدينة معاك. وبنشوف شنط بايكر ومساعدينه على أحصنة السفر، وبيقول بايكر لنفسه أنا ليه ما فكرتش أروح هناك من بدري؟ وبنعرف إن هاينيانج هي عاصمة جوسون اللي فيها مكاتب مليانة معلومات من كل العلوم والفنون، وما تتقارنش بسون. وهيقدر بايكر يشوف شين وهيو هناك، ومفيش مكان لنشر الطب وأساليبه الحديث أفضل منها. وبيسأل دولسوك بايكر هم ليه واخدين معاهم كل الشنط دي؟ فبيرد عليه بايكر دي هدايا للسيد شين وللسيد هيو. فبيقول دولسوك شين ده اللي كان متصاب، بس المفروض هو اللي يدينا فلوس مش احنا اللي نديله، العملية اللي عملناها له كانت من أكبر العمليات الجراحية في جوسون. فبيتصدم بايكر وبيزعق له بيقول ما ينفعش تهزر مع السيد شين يا غبي، لازم تديله الأهمية اللي يستحقها. وبيقول لنفسه طبعا خدام عيلتنا لازم يكون مهووس بالفلوس للدرجة دي. فبيقول دولسوك لنفسه هو مين عشان يتكلم كده، أنا بسأل بس من باب الفضول، مساعدة الناس حاجة حلوة وكل حاجة. وبيقول لبايكر بس الطريق لسه طويل، يعني لو اتحركنا بالفلوس دي ممكن نكون هدف لقطاع الطرق. فبيستغرب بايكر من كلامه وبيوضح له دولسوك إن الناس حالتها المادية صعبة اليومين دول، فقطاع الطرق زادوا بشكل مش طبيعي. لكن بيقول له بايكر إنه ما عداش وقت طويل على مواجهته للقراصنة اليابانيين، ومستحيل يحصل أسوأ من كده. لكن فجأة بيظهر قطاع الطرق قدام بايكر واصحابه، وبنشوف قطاع الطريق ماسكين سيوف كبيرة في إيديهم. وبيقول زعيمهم نيم أنا حاكم الجبل ده ولقب الكلب الأحمر. فبيتصدم بايكر وبيقول لنفسه دايما المصايب دي بتحصل لي، لكن بترد يون عليه ما تقلقش دول شكلهم أغبياء. وبيوجه نيم السيف ناحيتهم وبيسأل مساعده أنا نسيت المفروض أقول لهم إيه دلوقتي. فبيرد عليه اطلب منهم رسوم المرور. فبيقول لهم نيم من فضلكم ادوني الرسوم، لكن بيزعق له المساعد وبيقول له ما تتكلمش بطريقة رسمية. فبنعرف إنهم قطاع طرق أغبياء وجداد في الشغلانة. وبيزعق بايكر ليهم وبيقول انتوا ازاي تتجرأوا على اعتراض طريقي، انا من عيلة بايكر في سون وممكن اهزمك بسهولة. فبيخافوا وبيسألوا نيم هيعملوا ايه دلوقتي. فبيصمم نيم على المواجهة وبيقول الراجل لو بدأ حاجة لازم يكملها، وبيستخدم مهارة رأسة السيف الأحمر في الهجوم على بايكر، لكن خلال الهجوم بيتكعبل في حجر وبيقع على الأرض. فبيقول بايكر لنفسه دول أغبياء للدرجة دي، وبينحنوا كلهم لبايكر على الأرض وبيحطوا سيوفهم قدامهم وبيعتذروا ليه. لكن بيرد بعصبية عليهم بايكر انتوا فاكرين ان الاعتذار كفاية؟ حتى لو بلغت عنكم الحكومة وضربتكم علقة قليل عليكم. فبيخافوا وبيقول دولسوك لبايكر شكلهم أول مرة يقطعوا الطريق، سامحهم المرة دي. وبتقول له يون يمكن هم طيبين فعلا. وبيقول نيم احنا فعلا مش قطاع طرق، انما حطابين من القرية اللي تحت الجبل، وبنشوفهم بيقطعوا أشجار وبيشيلوا خشبها، وكان عندنا مهارة كبيرة في التحطيب مش بس شجر قريتنا لكن القرى المجاورة، لكن اتصابت رجلي ومن ساعتها وانا مش قادر اشتغل
ومراتي وطفلي بقوا جلد على عظم من قلة الأكل. فحسيت بالخنقة وما كنتش قادر أعمل لهم حاجة، ورغم إن ده ضد أخلاقي لكن اشتغلت قاطع طريق. فبينحني قدام بايكر وبيطلب منه السماح، وبنشوف الاتنين اللي معاه قاعدين على ركابهم وبيبكوا عشان بايكر يعفو عنهم. وبيقول نيم سامحني عشان خاطر الاتنين دول اللي عملوا كده عشاني. وبيقول بايكر لنفسه على كل حال هم ظراف قوي. وبيقول بايكر لنيم وريني إصابتك الأول. فبيستغرب نيم وبيقول له بايكر وريني بسرعة قبل ما أغير رأيي. وبيقول له دولسوك الراجل ده دكتور كويس وهيعالجك لو وريت له الإصابة. فبيسأله نيم هو ليه عاوز يعالج واحد مجرم زيه. وبيقول له بايكر ما تفهمنيش غلط، أنا ما سامحتكش لسه زي أصحابي اللطاف دول. وبنشوف رجل نيم متعفنة من قدام وبيقول بايكر أنت إزاي عشت بالرجلين دي؟ وبيلمسها بايكر فبيتألم نيم وبيصرخ، وبنعرف إن صوابع رجليه باظت خلاص والجراثيم بتاكل الحتت السليمة الفاضلة من رجله. وبيقول بايكر لازم نقطعها. فبيتعجب نيم وبيفهموا بايكر إن المنطقة المتعفنة دي هتفضل تنتشر لغاية ما رجلك كلها تتصاب، ولو سبناك دلوقتي ومشينا حياتك هتكون في خطر. فبيرد عليه نيم وساعتها حياة عيلتي هتكون هي كمان في خطر. وبنعرف إن المشكلة في العملية إن نيم مش هيتحملها وهو صاحي وحاسس بالألم. فبيقرر إنه يحضر مخدر، وبيطلب من الاتنين اللي مع نيم يروحوا ويصطادوا شوية ضفادع، وبيقول أنا هحضر مخدر بنفسي وأطور الطب في جوسون. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وكلمة السر هتكون نيم. وطبعا لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون أول حد يتفرج على فيديوهاتنا الجديدة. وما تنساش تاخد لفة في القناة وتتفرج على باقي القصص التانية. أتمنى ما أكونش طولت عليكم. كان معاكم حازم، وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.